من اعترضت هاي الليلة شفت رؤية اسمعوا موكب اهالي الشيخ سعد. ايه شخص من منطقتنا ورجل كبير وانسان محترم يقول شفت موكب اهالي الشيخ سعد بالسنين السابقة، يعني مو تقريب بال 2004. يقول شفت هسه هاي الايام اللي بعد ايش قد الزيارة وهم ماشيين دولة ما عندهم عمل، ما عندهم شغل، ما عندهم التزام. يقول اعترضت بهذا الاعتراض الداخلي شفت رؤية. يقول الرؤية شفتها شفت مسجد، المسجد ينزلون له بدرج والمصلين موجودين، فاجيت انزل ما خلوني انزل اصلي، قالوا لا هذا المكان مو لك، هذا المكان الموكب اهالي شيخ سعد. فيقول شفت الامام ما يبين وجهه، امام الجماعه، فقلت لهم زين شنو ذولا من اللي يصلي بهم؟ قال اللي يصلي بهم امير المؤمنين علي عليه السلام. فيقول هذا درس الي من اعترضت، فانتم لكم كرامه وشأن عظيم، مو اعتباطه. فاحنا من تجون يشهد الحسين نحس بالخدمه بدت. هاي الايام اللي قبلكم كلها تحضير، من يوم اللي يجي موكب هذا الشيخ سعد نعتبر نفسنا طبينا بالخدمه. والله احنا بيشنو احنا غير حسين ما عندنا وسيله. رد وياي. احنا غير حسين ما عندنا وسيله والذنوب